ولسه بيطير. اوه يا ساتر يا اخي، شوف جمال السبير يا اخي، شوف جمال السيلينج. ارك يو من العدم طلع منين وراح فين؟ ارك يو من الافعى ولا اروع علشان يهمت بيها الوحش. بما ان كلها ايام وداخلين على سرفايفر سيريز وور جيمز، فيلا بينا نسترجع ذكريات نسخه من افضل نسخ حرب العروض واللي كانت في سرفايفر سيريز 2016. الموضوع بدأ في 11 يوليو 2016 عرض الرو، لما طلع فينس ماكمان واعلن رسميا ان ستيفاني هي المسؤولة عن عرض الرو وشين ماكمان هو المسؤول عن سماك داون لايف، علشان الاسبوع اللي بعديه في سماك داون لايف نرجع للدرافت الرسمي وستيفاني تختار ميك فولي مدير عام للرو، وعلى الجانب الاخر شين ماكمان يختار دانيال براين مدير عام لسماك داون، وبكده يتم تقسيم الروستر بالكامل بين العرضين ونرجع للدرافت القديم. ومن اللحظة دي حصل انفصال تام، بقى كل عرض ليه مصارعينه والبطولات بقت منفصلة زي زمان، وبقت منافسة مباشرة بين العرضين، لان كان قبلها الدنيا سايحة على بعضها والمصارعين كانوا بيشاركوا في العرضين وبينافسوا على اي بطولة عادي. بس دلوقتي الدنيا اتغيرت ومن هنا بدأت روح التنافس بين العرضين. وفي عرض الرو 15 اكتوبر 2016 طلعت ستيفاني ماكمان وتحدت عرض سماك داون في سرفايفر سيريز 5 ضد 5 بالنسبة لقسم الرجال. وفي نفس الليلة طلع كيفن اوينز بطل اليونيفرسال ومعاه كريس جيركو، وهم اول مرشحين في تيم رو وهم قادة الفريق بالمناسبة يعني. وفي سماك داون اللي بعديه طلع شين ماكمان ومعاه دانيال براين وقابلوا التحدي وقالوا ان سماك داون اقوى من الرو، ولو حد جالنا من الرو احنا مستعدين والكلام ده كله. وبدأ تشكيل الفريقين، وتيم رو كان كيفن اوينز وكريس جيركو وبرون سترومان اللي فاز في مباراة الباتل رويال علشان ينضم، ورومان رينز انضم من غير اي حاجة، وسيس رولينز اختاروه في النهاية بعد ما اثبت نفسه وعلاقته اتحسنت بميك فولي. وتيم سماك داون كان اول عضو اي جي ستايلز بطل الدبليو دبليو اي وهو اللي كان قائد الفريق، وتاني عضو هو دين امبروز اللي كان في عداوة مع اي جي ستايلز، والعضو الثالث كان براي وايت وبعديه راندي اورتن اللي كان مع الوايت فاميلي وقتها، والعضو الاخير كان المفروض يكون بارون كوربن ولكنه اتصاب، ودانيال براين طلع وقال العضو الخامس هيكون شين ماكمان، والجماهير كلها اتحمست وشين ماكمان وافق علشان تبدا المدعكه. بعدها حصل خلاف بين تيم عرض الرو بسبب غرور اوينز وجيركو قادة الفريق بقى وبتاع، واضطروا يلعبوا مباراه ضد بعض هما الخمسه، واللي فاز كان كيفن اوينز بتثبيت كريس جيركو بالصدفه اصلا. وبعدها ستيفاني وميك فولي خلوا الفريق يتعاونوا مع بعض ويلعبوا مباريات تاك تيم علشان يتفقوا مع بعض. وفي عرض الرو 14 نوفمبر كان في فقره بين مديرين العرضين، وشين ماكمان واخته قعدوا يرغوا شويه ويتنططوا على بعض، وفي الاخر ستيفاني ماكمان قالت ويلكم تيم رو، ودانيال براين قال لهم استنوا ايه يا رجاله في ايه؟ انتوا فاكرين ان احنا جينا لوحدنا ولا ايه؟ اسمحوا لي اقدم لكم تيم سماك داون. ودخلت الرجاله كلها واوينز قال لهم اهلا بيكم في عرض كيفن اوينز. To the Kevin Owens show. ايوه يا جاي زي ما سمعت كده، انت في عرض كيفن اوينز واللقب اللي معاك ده ملوش اي 60 لازمه، ولا انت مجرد بطل ورق. انا البطل اللي بدير العرض ده، انا الوجه اللي بدير الشركه دي. اوه ايه الحلاوه دي، جدع يا ستايلز، انت تقدر تقول على نفسك كل اللي انت عايزه. عارف ليه؟ لان في الاول وفي الاخر ومهما عملت لقبي هيفضل اهم من لقبك، علشان اللي شايله كيفن اوينز. برون انا اعطيتك مفاتيح المملكه وهو ده ردك جميل، اتخليت عن اخواتك، اتخليت عني، تمام. يوم الحد احنا هندمر الوحش اللي انا عملته. بقول لكم ايه، انتوا ما عندكوش فكره عن اللي انا ورومان نقدر عليه لما نكون في نفس الفريق، انتوا عارفين. وايوه ادي يا ابو امبرز، وبدات المهجنه وكل اتنين ماسكين في بعض لحد ما برون ستورمان في الاخر رماهم كلهم على الارض، وامبرز وستايلز قعدوا يلطشوا فيه شويه، وفي الاخر شين ماكمان طار عليه ونزل بيه بره الحلبه، وفضلنا على نفس الحال لحد ما رومان رينز وساس رولينز رموا ستايلز على تيم سماك داون، وتيم رو هو اللي واقف على رجله وهم اللي انتصروا في الفقره دي. وفي سماك داون 15 نوفمبر ايدج رجع واستضاف تيم سماك داون وقال انه كان بيشاهد سماك داون منذ انقسام العرضين وانها عرض الفرص والكلام ده كله، وقال لي راندي يا صاحبي انت هناك بجد؟ انت في الوايت فاميلي؟ اللي بيحصل معاك انت في وعيك؟ طيب يا حبيبي رد عليا، انت مستني براي وايت يشد الخيط اللي في ظهرك عشان تتكلم؟ براي وايت قال له راندي اللي عرفته قبل كده ميت دلوقتي، بس ما تقلقش يا ايدج علشان يوم الحد العالم كله هيشوف افعى اكتر خطوره من اي وقت فات. وايجي ستايلز بدا يتكلم هو كمان وقال انا الراجل الاكبر هنا، وقررت اتعايش مع المتهور اللي اسمه دين امبروز اللي مش عارف يسيطر على اعصابه. ودين امبروز هنا قال له انا عملت ايه يا ابن الكلب انت؟ وامبروز قال له انت بتقول ايه يالا؟ انت بتقول لي مين متهور يالا؟ انا جامد وانت محظوظ اني وافقت اكون معاك في الفريق، وبعد ما نخلص سرفايفر سيريز انا جاي علشان وفي تي ال سي انا هستعيد اللقب بتاعي. وفجأة تدق موسيقى مستر سرفايفر سيريز الديد مان ذا اندرتيكر، وبدأ تيكر يتكلم وقال سرفايفر سيريز حيث اتولد الديد مان، وسماك داون كان دايما بيتي، ومفيش سبب للخوف من الفشل بس في سبب للخوف من الديد مان. تيم رو ريست ان بيس، اركض بسلام.
وبس ده كان البناء باختصار لسرفايفر سيريز، والبناء كويس كان فيه احسن من كده بس مش بطال. يلا بقى نروح يا باشا لسرفايفر سيريز. وبدات المباراه المليئه بالسبوتات دي مع ابطال العالم كيفن اوينز وايجي ستايلز، بدايه لذيذه كده، ده يتفادى ضربات ده وده نفس الكلام، لحد ما تيم رو بدا يسيطر وكلهم دخلوا الحلبه وبدات المدعكه، كل واحد مسك في التاني، ودين امبروز جه يطير على الوحش برون سترومان بس سترومان قفشه وخدوا لفه كده، وعلى طول ستايلز يدوا واحده في نمل الفور ارم عداله، وبعدها كيفن اونز يطير عليهم كلهم، وشين ماكمان قال يعني هي جت عليا، بس سترومان زقه ورماه على الحلبه ودخل ينفخ فيه شويه، ولكن دين امبروز وستايلز دخلوا وقعدوا يلطشوا فيه لحد ما لقينا شين ماكمان طار عليه ونزل بيه بره ثانيه واحده. انا حاسس اني اتكلمت عن المشهد ده قبل كده، لحد ما برون سترومان في الاخر رماهم كلهم على الارض، وامبروز وستايلز قعدوا يلطشوا فيه شويه، وفي الاخر شين ماكمان طار عليه ونزل بيه بره. اصلا هو مفيش كرياتيف خالص، نفس المشهد بالظبط يا جدع. المهم بعدها رومان وسيس دخلوا، بس ستايلز وامبروز زعلوهم، والجماهير قاعد تشجع لايجي ستايلز، وستايلز بيغيظ امبروز اللي هو سامع يالا سامع، وامبروز يا عم نزل ايدك، وده يزق في ده وده يزق في ده، اما ستايلز لاتشو بالقلم، وشين ماكمان طلع يزعق معاهم، فامبروز قال ما بدهاش بقى ونزل عجن في ستايلز، بس شين ماكمان هدى الدنيا، ودين امبروز قال خلاص مفيش حاجه، بس ستايلز غفله وضربه علشان بعدها سترومان يفنش امبروز ويعد عليه، وستايلز واقف يتفرج وامبروز يطلع من المباراه، وبعدها سترومان ينزل عجن في التيم كله لحد ما دخله براي وايت واقف قدامه، وجيركو دخل وقعد يسخن في الوحش، بس سترومان مسك جيركو من زوره، وبراي وايت فرحان بقى وبتاع، قام ماسكه هو كمان ونزل ضرب في براي وايت، بعدها ينزل يجهز الترابيزات علشان يدغدغهم كلهم عليها، بس فجاه اركيو من العدم طلع منين وراح فين، اركيو من الافعى ولا اروع علشان يهمد بيها الوحش، وبعدها راندي وبراي نيموا سترومان على الترابيزه علشان شين ماكمان ياخد اللقطه، وشين ماكمان ما كدبش خبر وطار ونزل على برونو سترومان نازله بنت كلب، انا ما عادش قادر اتكلم. المهم كله نايم على الارض والحكم بيعد وكلهم طلعوا ما عدا سترومان اللي فيه حاجه ماسكه في رجله، والحكم عد ال10 وسترومان خرج من المباراه. ايه بقى الحاجه اللي ماسكه في رجله دي؟ جيمس، انا ما اعرفش ايه لازمته في الحياه الواد ده. وبعدها سترومان رماها على الترابيزات وخرج، والمباراه فضلت ماشيه عادي جدا، وستايلز وجيركو عاملين شغل عالي، وستايلز فجاه ضرب كيفن اوينز، فاوينز دخله بالليست بتاعت صاحبه جيركو ونزل ضرب في ستايلز والورق كله طار، واوينز عمل لستايلز واحده باور بومب علشان الحكم يعلن خروج كيفن اوينز بالدي كيو. ليه بقى؟ انا بسال ليه هو عمل علشان ضربه بالليست يعني؟ ماشي. المهم جيركو قعد يزعق مع الحكم اللي هو يا عم بتطلعوا ليه يا عم، وفجأة جيركو اخد باله من الليست وواقف مصدوم وقعد يلم في الورق، قام دخل الافعى بهدوء ورزعوا الاركيو من غير ما حد ياخد باله على الهادي. 1 2 3. الموضوع بسيط. فاضل مين بقى في الرو؟ سيس رولينز ورومان رينز. عايز بس اقول حاجه هنا، رومان رينز اخد كميه صيحات استهجان من الجماهير، ايه ده؟ مش للدرجه دي يا جدعان، بس اديني دواره يا جدع، دواره. وشين ماكمان بقى كان عنده الباور عالي قوي في الماتش ده، ومسك رومان وسيس وحفل عليهم شويه ورمى رومان على الزاويه عشان يعمل له لقطته الشهيره ولسه بيطير. اوه يا ساتر يا اخي، شوف جمال السبير يا اخي، شوف جمال السيلينج ده. شين ماكمان كان بيودع اصلا، انا حاسس ان دي حالته بجد، يعني مش سيناريو، بيموت. وعد وشين ماكمان طلع وبجد كان عامل شغل عالي قوي في الماتش ده. وبعدها الحكام وبتوع الامن قعدوا يطمنوا عليه، والماتش كمل عادي مفيش حاجه، وسيطره من الرو شويه ومن سماك داون شويه، والمباراه حلوه وسريعه، ورومان وسيس جهزوا الترابيزه علشان يعملوا الباور بومب الشهيره بتاعت الشيلد، ولسه هيشيلوا راندي اورتن، بس ستايلز اتدخل وضربهم، وفجاه دين امبروز يدخل تاني وينزل دعك في ستايلز، والحكام يطلعوه ويعدي منهم وينزل يكمل ضربه في ستايلز. بعدها بتوع الامن كلهم يتلموا عليه ويشدوا فيه، ونظرات سيس رولينز ورومان رينز هنا حكايه. وفجاه رومان وسيس ينزلوا ضرب في بتوع الامن ويرجعونا لايام الشيلد المتمردين اللي مش بيهمهم لا سلطه ولا حكام ولا امن ولا اتخن تخين في المجال ابن الوسخه ده، وخلصوا خالص على بتوع الامن ويقفوا مع بعض والكل جسمه اشعر من عظمه المشهد. وارمي يا عم في داهيه من هنا، وشيل يا ابني الواد اللي مزعلك ده يا امبروز، وانزل يا جمال في الساحه جمدان اقسم بالله. وعد وستايلز يطلع علشان يفضل رومان وسيس من الرو ضد الوايت فاميلي راندي اورتن وبراي وايت، ولوك هاربر اتدخل بس سيس رولينز ضربه وعمل الصح مع براي وايت، وراندي اورتن طلع له قام ضربه هو كمان، وطلع على الحبل الثالث علشان ينط على براي وايت، ولكن من العدم كمان واحده اركي من العدم حرفيا، وبراي وايت يثبت سيس رولينز 1 2 3 ويفضل رومان رينز بس من تيم رو. وفي النهايه رومان مسيطر على براي وايت ويجهز سبير، ويلا بس راندي اورتن ياخد السبير مكان براي وايت علشان يثبت ولاءه، وبراي وايت يثق فيه اكتر واكتر. وبالمناسبه قصه عداوه راندي اورتن وبراي وايت على القناه قصه كامله. المهم بعدها براي وايت يفنش رومان رينز ويعمل له واحده سيستر ابيجيل ويعد 1 2
3 علشان تيم سماك داون لايف يكسب تيم رو. بجد ماتش اقل ما يقال عنه انه عظيم، في كمية سبوتات صعب جدا تشوفها في ماتش واحد. يا عم ده لقطة الشيلد لوحدها كفاية. وبس لو وصلت لحد هنا فياريت فضلا تعمل لايك علشان الفيديو يوصل لغيرك، وتشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وقول لي ايه هي افضل مباراة فرق في تاريخ سيرفايفر سيريز بالنسبة لك. وبس، سلام.